السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. وصفتنا ان شاء الله اليوم باش تكون كيكه اقتصاديه بزوز بيضات فقط وملعقه زبده. تحصلت على ابن واروع كيك، مقادير اقتصاديه موجوده في كل منزل. الكيك هذا يتخدم بالحليب الدافي والبنه متاعو تجي روعه ما شاء الله، يجي طري طري على الاخر. خليكم معايا شوفوا التفاصيل الكل في الفيديو. لهنا باش نخدم ونعطيكم المقادير في نفس الوقت. لهنا نحتاج زوز بيضات يكونوا في درجه حراره المطبخ. علاش في درجه حراره المطبخ؟ باش البيض يعمل لك الرغوه هذيك ويعطينا ريزلتا خير باش ينجح معنا الكيك. ونزيدوا معاه البنسيت سيل هذيك ونحاولوا نخدموا شويه البيض قبل ما نزيدوه السكر. يا اما لهنا تستعملوا الخلاط الكهربائي كما انا لهنا، والا تستعملوا الفوي باليد. اما لازم يعني البيض نتاعكم يتخدم مليح، سورتو كي تزيدوا السكر. في المرحلة هذه وقت اللي البيض يعمل كالكشكوشة هذيك نزيد كمية السكر اللي هي 120 جرام سكر حبيبات لهنا استعملت. بالنسبة لكمية السكر راهي الحلاوة يعني في الاخر جات باهية ممتازة بالنسبة للوصفة هذية. يعني ما تنقصوش وما تزيدوش على 120 جرام، وتخدموا كما قلت لكم تكملوا تخدموا البيض والسكر حتى لين يضاعف الحجم نتاعو. ومن بعد تزيدوا كمية الزيت النباتي اللي هو 80 مليلتر زيت نباتي، زيدوها على 3 مرات ولا 4 مرات مع مواصلة الخفق. لهنيك ما نقصوش على التحريك، ديما نخليو الباتور يخدم، والا كان باليد ديما نحاولوا نخلطوا، نحطوا الزيت ونخلطوا في نفس الوقت. لهنا نكملوا نخلطوا شويه بعد ما زدنا الزيت، وبعد الخلاط الكهربائي لهنا ما عادش نحتاجوا له. لهنا باش نزيدوا المواد الجافه اللي هي عباره على 200 غرام فرينه، ولهنا زدت معاهم 6 غرامات خميره حلويات باش نخلطهم مليح مع بعضهم، ونحاول ندخلهم في الخليط السائل هذاك على مرتين. وما ننساوش لهنا باش نغربلوا المواد الجافه، مهم برشا العمليه هذه باش يجينا بعد الكيك نتاعنا مهوي. لهنا باش نزيد الفانيل، انا نسيتها قبيليكا، نورمالمون نحطوها مع البيض، نتوما ما تنساوهاش كيفي انا حطوها مع البيض. جوست للنكهه لهنيكا، ولا تجمو تعملوا زاده تحطوا زيت دو سيترون تجي بنينه على الاخر الكيكه. ونحاولوا ندخلوا الفرينه هذيك ندخلوها في المواد السائله بشويه بشويه ندخلوها حتى لين تحسوا الفرينه هذيك دخلت مليح في الخليط. نكملوا نزيدوا الكميه الثانيه. شفتوا لهنا كمال دخلت كميه الفرينه الكل. شفتوا الكيك كيفاش لهنا عاقد. وتوا نخلطوا لاخر مرحله في الكيك اللي هي اهم مرحله. خذيت لهنا 80 مليلتر حليب ومعاهم ملعقه اكل كبيره زبده ما يعادل 25 غرام، باش نخلطهم زوز مع بعضهم ونحطهم يسخنوا على النار حتى لين تذوبك الزبده والحليب يسخن، اما ما يوصلش مرحله الغليان، ما يلزموش يغلي، لازمو يسخن. نهزهم نحطهم على النار وحتى لين تذوب الزبده. شفتوا لهنا حتى الزبده مازالت ما ذابتش، ماذا بينا نستعملوا زبده تكون في درجه حراره الغرفه باش فيسا فيسا دوبا ما تشم سخانه تذوب. لهنا الحليب كيما قلت لكم ما يلزموش سخون يحرق، يعني لازم يكون دافي. كي نحط فيه صبع يكون دافي. نحطوا الخليط هذاك نتاع الزبده والحليب على خليط الكيك اللي حضرناه، ونحاولوا تويكا ندخلوا اكل الحليب اللي حطيناه ندخلوه بشويه بشويه، نحركه من فوق اللوطه حتى لين الحليب يدخل تماما في وسط الخليط نتاع الكيك. شوفوا لهنا القوام النهائي متاع الكيك بعد ما كملت دخلت الحليب. شفتوا كيفاش كي نعملوا نشوفوا الخطوط هذيك هو القوام المثالي متاع الكيك. توا باش نصبوا في القالب. هنا استعملت قالب
دهنته مليح بالزبده ورشيته بالفارينه 20 سنتيمتر على 10 سنتيمتر. والفور راني حطيته يخدم يشعل على 180 درجه. ملي بديت نخدم في الكيك، ولا قبل ما بديت نحضر، ملي بديت نحضر في المكونات حطيته يسخن باش كي نكمل نخدم الكيك نتاعي ندخله مباشره على فرن يكون ساخن على 180 درجه، نشعله من الفوق من اللوطه ونحطوا الكيك نتاعنا في الوسط. يقعد لهنا خذالي تقريبا 55 دقيقه هكا. عسوا عليه يعني كي تحطوا العود الخشبي في وسط الكيك يطلع ناشف، معناتها الكيك متاعنا طاب. نخرجوه ونحاولوا نقلبوه. شفت لهنا الكيك خرج فاسيلمون فيسا فيسا. نقلبوه على شبكه كيف هكا ونخليوه يبرد. بالنسبه لزينه الكيك النهائيه اخترت اني ندهنه بالنباج، وكان ما عندكمش نباج نجموا تستعملوا معجون المشماش، وتنجموا ترشوا زاده فوق منه شويه جلجلان شويه لوز فيلي كان عندكم. انا اكتفيت بالنباج. ما شاء الله جاي بنين على الاخر مع قهوه الصباح وقهوه العشيه. ما شاء الله ما عندي ما نقولكم. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم. في الاخير ونهايه الفيديو هذا هو الشكل النهائي متاع الكيك اليوم. نقص لكم شويه تشوفوه ما شاء الله كيف جاي من داخل. طري طري على الاخر وما شاء الله. حتى في البنه روعه روعه ما شاء الله. كيكه اقتصاديه كما قلت لكم. حضرناها بزوز بيضات فقط وشويه زبده، واستعملنا الحليب الدافي. بالنسبه لليوم هو الحليب الدافي هو اللي عطاها الخفه هذيك الكل. ما شاء الله نتمنى انكم تجربوه. ما تنساوش اذا جربتوه قولوا لي رايكم في التعاليق. وتوا ما بقى لي كامش نقول لكم في امان الله والسلام عليكم.